قربت أجواء الميلاد الحلوة، وأول وصفة اخترت لكم إياها لهالمناسبة هي البيش دو نويل. منبلش بتحضير السويس رول كيك. بنخفق البيض مع الفانيلا، منزيد السكر ونخفق 10 دقايق، نرجع منزيد الزيت، البيكنج باودر والطحين بننخلن، ومنبلش نحرك بالملعقة من تحت لفوق لحد ما يتجانس الخليط. نصب الخليط بالصواني على ورق زبدة ومنحطه بالفرن من 7 ل 10 دقايق. من بعدها كمان منحط فوق ورقة زبدة ومنلف الكيك ومنغطيه بشقفة قماش لحد ما يبرد على الآخر. بهالوقت منبلش بتحضير الحشوة يلي هي عبارة عن ويبت كريم. استعملت ويبت كريم من مونشيز وزدتلها كاكاو لأن بدي إياها بنكهة الشوكولا. بفرد الكيك شوي شوي وبسقيه بأي شي بتحبوه لحتى ما يطلع ناشف، وبحط الكريمة بقلبه وبمدها وبرجع بلف الكيك، وكمان بدي ارجع اتركه ساعة بالبراد. من بعدها بشيل السويس رول كيك من البراد وببلش زينه من فوق بالكريمة يلي ضلت عندي، واخدت قطعة من الكيك التاني لحتى اعمل جذع شجرة، وكمان غطيتهم بالكريمة. فينا بهالمرحلة نوقف تزيين وبس نعمل خطوط بالشوكة على الكريمة، بس أنا حبيت كمل. دوبت شوكولا وخليتهم يجمدوا ورجعت كسرتهم وصرت لزقهم على الكيك من برا، حسيتهم هيك بيعطوا منظر أجمل. وآخر شي رشيت سكر باودر لحتى أعطي إفكت التلج. وهيدي وصفتي خلصت. خبروني قد ايه لقيتوها سهلة وحلوة.